بعد انتهاء مباراة ريال مدريد الماضية أمام نادي أتلتيكو مدريد في ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا بنتيجة 3-1 لصالح نادي ريال مدريد، بعد أن كان متأخرا في الدقيقة 19 بهدف عن طريق اللاعب موراتا لصالح طبعا نادي أتلتيكو مدريد، يعود من جديد بهدف التعادل اللاعب رودريجو في الدقيقة 81. وبعد كده طبعا بنزيما سجل هدف التقدم في الدقيقة 103 من الأوقات الإضافية، وفي الدقيقة 120 أنهى فينيسيوس آمال نادي أتلتيكو مدريد بهدف ولا أروع في الدقيقة 120 ليتخطى أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك أسبانيا بنتيجة 3-1. أما طبعا عن مباراة ريال مدريد القادمة في بطولة الدوري الأسباني، فهيواجه طبعا نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال سوسيداد في الأسبوع ال19. طبعا نادي ريال مدريد بيدخل هذه المباراة أمام نادي ريال سوسيداد وهو في وصافة الجدول برصيد 41 نقطة بعد اللعب 17 مباراة. طبعا نادي ريال مدريد كسب في 13 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين، بفارق طبعا 3 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بنفس عدد المباريات، ولكن طبعا نادي برشلونة انهزم في مباراة وحيدة. المباراة القادمة طبعا أمام نادي ريال سوسيداد هتكون على استاد سانتياغو برنابيو يوم الأحد اللي جاي الموافق 29/1/2023. المباراة بمشيئة الله تعالى هتكون الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا وسوريا والسودان، 11 مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر. وسوف تنقل المباراة بمشيئة الله تعالى عبر قناة بين سبورت 1 بتعليق المعلق عصام الشوالي. بكده طبعا يبقى انتهينا من فيديو النهارده. اتمنى طبعا يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عجبكم طبعا الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناه، واتمنى طبعا كل الدعم والتوفيق لريال مدريد في هذه المباراه، واتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.